ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل انبوكسنج مع بعض. اول مره اشتري حاجه حرفيا اونلاين، بس هي حاجه تستاهل ان انا اشتريها اونلاين. انا ضد الايه الاونلاين خالص، بس دي حاجه انا كنت قاعده على الفيسبوك اول امبارح كده ولا حاجه، فلقيت الاعلان اللي انا هسيب لكم صورته ده دلوقتي. فطبعا انا كنت بدور على حاجه زي كده من زمان، فلما لقيته فدخلت اطلب، فلقيت كذا حاجه. بقى انا كنت داخله اطلب التفسير، فلقيت بقى ايه، آه مكتوب هنا هو ده تفسير ومجموعة قصص أنبياء، وآخر حاجة كتاب الأذكار للأطفال. طبعا أنا كنت نفسي أجيب حاجة زي كده لحور، لأن هي لسه طفلة وأنا مش عارفة أحكي لها قصص ازاي، فعايزة حاجة مصورة زي ما هنشوف دلوقتي. هفتح معاكم البوكس دوت أو اللي هو الكيس دوت، وهتشوفوا أنا جبت ايه من عند الصفحة ديت. بصوا، مبدئيا ده الاعلان اللي شفته على الفيسبوك زي ما قلت لكم. لقيت ياسر ممدوح دوت شخص موثوق منه جدا، وهو رافض اي ما بيمولش لاي اعلانات خالص. فلما لقيته عامل اعلان للصفحه ديت، فقلت اكيد الحاجات اللي فيها مش اي كلام. فكان عارض التفسير اهو، زي ما انتم شايفين ماسكين، زي ما انتم شايفين اهو ماسك التفسير. تمام، فدخلت زي ما انتم برضه هشوفوا دلوقتي. يعني دخلت على الصفحة بتاعتهم واخترقت، وجالي بعديها بيوم بالظبط. شايفين بتكتب اضغط للدفع او اضغط للشراء. هتلاقوا الموضوع سهل جدا. طبعا لو انتوا بتتفرجوا على الريلز فانا هنزل دوت على كذا جزء، ولو على الفيسبوك هنزله فيديو كامل، واليوتيوب طبعا فيديو كامل. تعالوا بقى نفتح مع بعض ونشوف. بسم الله. مش عارفه الصوره. طبعا الاوردر دوت لو محدش يعرف يطلبه، انا باذن الله الفتره الجايه وانا بعلم حور الحاجات ديت انا هطلع فيديو واقول لكم وانا بدي حور، هوريكم الحاجات ديت. يعني هفيد اولادكم مع حور باذن الله. بس انتوا شجعوني عشان انا اللي هو بفرهد بالتصوير وما بلاقيش فيه اي تفاعل، وما بحسش ان محدش بيستفاد، فما بصورش عشان ما رجيش كتير. اول حاجه دوت اذكار للاطفال. تمام، هو انا شايفه السعر غالي شويه، بس ممكن تشوفوا الحاجات ديت في مكاتب عندكم. بس انا صراحه اول ما شفتهم قدامي ما قدرتش ان انا اتغافل ثانيه، او ان انا استخسر بمعنى اصح في حاجه زي كده. تمام، هو الكتاب ده سعره 45 جنيه، فانا شايفاه غالي شويه، صح كده ولا انا؟ بصوا هي الاسعار اهي. لا، ده سعره 30 جنيه، كتاب الاذكار 30 جنيه. بس هنشوف يمكن محتواه يستحق. هو طبعا الاذكار ممكن نلاقي كتب كتير جدا للاذكار، بس هو ده شكله. اللي هو قصص الانبياء دوت الباكت على بعضه ب45. هو ده بالنسبه لي، هو ده 30 ده كتير عليه. ممكن هنلاقيه في مكاتب جنبنا اقل من كده، لكن بالنسبه لقصص الانبياء، وكمان الورق بتاعه خفيف شويه، يعني فاهمين الورق بتاعه خفيف. تمام. بس طبعا ربنا يجازي كل يعني اللي عمل دوت، ربنا يجازيه كل خير. تمام، ما فيش حاجه تغلى على الحاجات دي بالذات. تمام. دي قصص الانبياء اهي. زي ما قلت لكم، اللي مش هيقدر يشتري الحاجات ديت، انا وانا مثلا بحكي الحور قصه هطلع واقول له. تمام، دي قصه سليمان عليه السلام. تمام، اهي بالصور وكل حاجه. في طبعا مش عارفه في كام قصه، بس هنشوفهم مع بعض. قصص الانبياء كلها اهيت، ودوت ما شاء الله حلو والله. ده جايب معاه حلو قوي ده، صدقوا فرحت. دوت اللي هو ايه العشر الاخير ده، يعني جزء عما وطوارئ وقد سمعوا. تمام، حلو دوت. تمام، الله جميل قوي. ده جزء عادي. تمام، لكن ده بقى التفسير. ده اصلا اللي انا طلبت عشان الاوردر، يعني انا كنت داخله اطلب دوت، فطبعا هم بيعرضوا عليكي حاجات تانية، فانا طلبت معاهم قصص الانبياء وطلبت كمان الاذكار. ده جزء عام. تمام، بصوا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. تمام، يعني ايه أوتادا؟ يعني الوتد دوت اللي هو بيثبت الحاجة لتثبيت الأرض كوتد. الخيمة هو الشيء الذي ايه يدق في الأرض أو يدق في الأرض. تمام، وتربط فيه
لتثبيتها. تمام. وخلقناكم ازواجا اهو. تمام. فهو بقى شارح كل آية. وجعلنا نومكم سباتا يعني ايه؟ سكونا وقطعا للحركة لتصل الراحة ايه؟ أبدانكم. وجعلنا الليل لباسا كاللباس، الليل نفسه كاللباس يستركم ايه؟ بظلمته، يعني الليل ستر. تمام. انا طبعا بحاول اقطع الفيديو عشان اما انزل ريلز كل واحد يعني حاولوا تشوفوا الاجزاء التانية. تمام. فتأتون أفواجا وكأسا دهاقا. شايفين كل حاجة بقى. سورة النازعات قلوب يومئذ واجفة، يعني ايه واجفة؟ خائفة قلقة مضطربة. أبصارها خاشعة ذليلة. عظاما نخرة. هو بيمسك الكلمات الصعبة وبيفسرها. تمام. انا على فكرة طبعا كلكم عارفين او اللي لسه بيتفرج عليا انا محفظه القران. انا في شغلي بعتمد ان انا وانا بحفظ الطفل القران مش اهم حاجه ان هو يحفظ قد ايه، اهم حاجه ان هو يفهم اللي هو بيحفظه عشان القران يدخل قلبه. فهو بقى بينقي او بيختار مثلا ايه هو سوره التكوير، منقي بس او مختار الكلمات الصعبه. تمام. زي ما انتم شايفين سوره المطففين، الانشقاق، كل الصور. ده جزء عامة. انا فرحانة جدا جدا بالاوردر ده. وجزء تبارك وقد سمع دوت انا هاخده معايا في الحلقات بتاعتي، يعني في الدرس اللي انا بروحه هاخدهم معايا عشان اوريهم دوت. يعني انا بشرح لهم، بس طبعا الطفل ساعات بيبقى ايه عقله قاصر لان انا بحفظ صغيرين. تمام. في كبار وفي صغيرين، فالصغيرين مبقاش فاهمين يعني ايه. تمام. فانا هاخدهم معايا طبعا خلال الدروس بتاعتي عشان اوريهم التفسير عبارة عن ايه او الحاجة عبارة عن ايه. يعني مثلا تعالوا نشوف صورة صغيرة من الصور اللي انا اهوت. قل هو الله احد. احد يعني ايه؟ هو الواحد الاحد الذي لا نظير له، الصمد الذي تتجه اليه الخلائق. الحطب حمالة في سورة المسد. كانت تلقي الاشواك في طريق النبي فهي يوم القيامة فهي يوم القيامة عونا على زوجها في عذابه. تمام. في جيدها، الجيد اهو، في جيدها حبل من مسد، اي عنقها العنق بتاعها. تمام. يعني رقبتها. تمام. المسد مسد يعني ايه؟ حبل من نار. انا طبعا بقول الحاجات ديت للاطفال بس لما يشوفوها، بقول الحاجات دي للاطفال بس طبعا لما يشوفوها كده هتثبت في دماغهم اكتر. شايفين الحلاوه بجد بجد. اللي يعرف يطلب الاوردر دوت يطلبه. هو سعره مش غالي يعتبر. دولت التفسير ده ب190 دوت ومعاهم ده. طبعا دي لو عندك كذا طفل يعني هو حور، مش بس حور اللي هتستفاد بيهم ان شاء الله نحافظ عليهم وغيرها هيستفيد بيهم. دوت ب190 ده اغلى واحد فيهم، ودي ب45 زي ما قلت لكم. تمام. وديت بكام؟ ب30 جنيه. يعني الاوردر كله بمصاريف الشحن 315 جنيه. يعني ممكن مثلا انت واختك او انت وجارتك او انت وحد تاني، ممكن حد يجيب ده وحد يجيب ده وحد يجيب دوت وتتبادلوهم. تمام. وممكن مصاريف الشحن عشان تقل شويه، هي مصاريف الشحن 50 جنيه، فعشان تقل شويه ممكن اقول لجارتي عليه فتجيب معايا فمصاريف الشحن تقل. اهم حاجه ان انتوا لو تقدروا تجيبوهم ما قدرتوش تدوروا في المكاتب اللي جنبكم على حاجات زي كده. وانا باذن الله ولو انتوا فعلا عايزين ان انا انزل الحلقات او ان انا وانا بحفظ حور اطلع احفظها في فيديو، او ان انا اقرا يعني احكي لها قصه من قصص الانبياء في فيديو، انا اتمنى ذلك واتمنى ان حد يكون بيتفرج. يعني انا بتضايق ان انا اقعد اصور واتعب في التصوير ومحدش يتفرج ومحدش بيتفاعل، فانا بقول لا انا اولى بوقتي. بس دي الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. فرحانه جدا وانا بعملها، وان شاء الله الفتره الجايه لو اتيح ليا الفرصه ان انا اعملها لكم. طبعا انا بصور لكم على المصليه بتاعت حور. ان شاء الله يتيح الفرصه ان انا اصور لكم وانا بحفظ حور او وانا بشرح لها تفسير او وانا بقص عليها قصه. انا مش هتاخر عليكم. بصوا جايبين لهم الوضوء يا جماعه. الاطفال مش صغيرين، الاطفال فاهمين كل حاجه، فاول ما يبداوا يفهموا لازم يفهموا دينهم. تمام. وكده بقى حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم ويا رب الاقي تفاعل على الفيديو ان في حد فعلا يستفاد وان في حد هيشتري. اللي هيشتري يقول لي ان انا فعلا هشتري ويسالني على التفاصيل وانا هرد عليه.
عشان احس ان انا فدت غيري. على فكره انا مش بستفاد من تعليقكم بحاجه ولا اللايك بتاعكم بحاجه، الا ان انا بيوصل لي بس ان انا ان انتوا تمام، وان انتوا معايا، وان انتوا مستفيدين مني. لكن انا ما بستفيدش اي حاجه خالص من التصوير دوت، لا انا بخسر وقتي. بس لما وقتي دوت يفيد غيري انا هفرح جدا طبعا، وهتشجع ان انا افيد غيري اكتر واكتر. اشوفكم بقى على خير الحلقه الجايه، مع السلامه.